ليش لازم أكون موجود على السوشيال ميديا؟ وبصراحة السؤال الصح هو ليش ما أكون؟ نحن بزمن السوشيال ميديا اللي صارت حياتنا. الناس ما عاد عم بتفتش على فرص على الأرض، الناس بتفتش على فرص من خلال الموبايل. على الأونلاين بتلاقي الناس الصح، الناس اللي بتشبهك، الناس اللي رح يكونوا شركاء إلك بالمستقبل، كلهم أونلاين وكل يوم. وهون السحر، لما بتبين أكتر الناس بتوثق فيك أكتر، مش لأنك كامل ولا لأنك انفلونسر، بس لأنك مواظب، لأنك إنسان، لأنك قريب من الناس. وقت تركت الشغل التقليدي ما كان عندي خبرة ولا بعرف صور فيديو ولا مرتاح قدام الكاميرا، بس كان عندي رسالة ساعد غيري، وهيدا اللي خلاني اطلع كل يوم حتى بالأيام اللي ما كنت فيها مرتاح. الاستمرارية بتبني ثقة، والثقة بيبني جمهور، والجمهور بيبني بزنس. الناس بتوثق بالناس مش بالبزنس، والناس ما بتوثق بمنتجات، الناس بتوثق بالناس. لما يشوفوك كل يوم، لما يتعرفوا عليك، لما يحسوا طاقتك، بيوثقوا فيك. وهيدا كل شي بهالمجال. إذا بعدك عم تسأل حالك إذا لازم كون موجود على السوشيال ميديا، تذكر مستقبلك عم يحضرك، المتابعين عم يراقبوك ويحضروك. كل ما بتبين أكتر كل ما بيوثقوا فيك. إذا جاهز تبني شي حقيقي، شي له معنى وشي بحمس، بعت لي مسج ومنحكي.